باشمهندس انا متخصص في شبكات الحاسب يعني. يفيدني لو درست الديف اوبس. انا قلت انا بدرس الديف اوبس، انا قلت قبل كده ان الديف اوبس هو اساسيات صناعه البرمجيات الحديثه، المودرن سوفت وير انجينيرنج براكتسز. اي حد في المجال لازم يبقى عنده الاساسيات دي، لازم يبقى عنده اللايف سايكل بتاعه صناعه البرمجيات من اول الفكره لحد الريتايرمنت، فروم انسبشن تو ريتايرمنت. احنا بناخد اللايف سايكل كلها. اي حد في المجال، فاللي مش فاهم كده هو مشكلته انه مش فاهم انه مش فاهم. فالموضوع انا قلت انه كورس الديف اوبس اللي انا بقدمه، وحتى غيرت اسمه دلوقتي، انه بقى مودرن سوفت وير انجينيرنج، فاندمنتال اوف مودرن سوفت وير انجينيرنج اند ديف اوبس. لان دي الفكره بتاعته الاساسيه، انه بيغطي الايه، الفاونديشن. كورس اساسي لاي حد في المجال. هتيجي بقى تلف وتقول لي انا مش محتاجه، خلاص دي مشكلتك، انت مش فاهم. ومش بقول لك انا روح ادرسه بنفس الشكل ده او ادرسه مع نفسك حتى. فهمت؟ طيب فاي حد في المجال محتاج يدرس اللي انا بدرسه في الكورس ده، ادرسه انت مع نفسك او ادرسه ايه معايا بقى